محب العكاوي، تعالوا نعمل احلى عكاوي واسهل عكاوي بسرعه الصاروخ. يلا بينا. هنزل على النار بقطعه من الزبده ورشه من زيت الذره وكام واحده كده من الحبهان، والمستكه اختياري. استنى لما المستكه تسيح وانزل بقى بالعكاوي واحده ورا واحده. كده هي بدات تتشوح، هنزل عليها برشه من فلفل اسود. بدات يا دوب تتشوح من كل الجوانب. في المرحله دي هنزل بالبصل الجوليان واديله تشويحه برده معاها. هنزل كمان بورق اللورا، وبعد البصله لما لونها اتغير معايا هنزل بثوم ورشه من جوز الطيب. طبعا مش قادره اقول لكم جوز الطيب هنا بتنقل حته تانية خالص. كده العكاوي عندي بقت جاهزه. هنزل بقى بميه سخنه. كده بقت تمام التمام. هوطي عليها لحد ما تستوي. كده خلاص بدات تدخل في السوا. في المرحله دي اضيف الملح بتاعي واديها تقليبه. بعد كده بقى انزل عليها بشرايح البطاطس القمر دي وكوبايه من عصير الطماطم، وكده بقى واقول لها عيشي. كده خلاص البطاطس بتاعتي استوت. هنزل بقى على الطاجن، وهنا بقى نزلت كل الكميه على الطاجن، وانزل بقى بقرن الفلفل القمر ده وعلى الفرن. مش هتاخد 10 دقايق. وهنا الطاجن بعد ما خرج من الفرن ما خدش 10 دقايق بالظبط. بالظبط شغلت من تحت ومن فوق. حاجه كده حكايه. الريحه مالت البيت. يلا ما تنسونيش في لايك جميل منكم، ويا رب دايما اقدر افيدكم. والسلام عليكم.